يلا بينا بقى في الجزء التاني نكمل ميك اب العيون التانية بنفس الالوان، بس رسمة عيون مختلفة وخطيرة. اول حاجة ابتديت اخد اللون الفاتح وابتدي اعمل حركات دائرية واثبته على الجفن الثابت. وبعد ما حطيت اللون اللي هو الترانزيشن كولر ابتديت اخد اللون الكافيه الغامق ببنسل براش وببتدي احطه عند اول الكريس عندي في الجفن الثابت، وببتدي اعمل حركات دائرية بالشكل ده وببتدي اتقل اللون واحدة واحدة معايا. ودلوقتي ببتدي اجيب بلندنج برش وببتدي ادمج الاطراف كلها مع بعض. دلوقتي بقى قطعت الكات كريز وانا قطعتها معاكم قبل كده كتير، فما حبيتش اطول عليكم في الفيديو. واخدت نفس اللون الموف وابتديت هثبته عندي في نص الجفن المتحرك. ليه؟ علشان هعمل رسمة تانية في النص التاني. ببتدي اثبت اللون، طبعا انا حاطه كونسيلر ومش مثبتاه علشان البيجمنت بتاع اللون يبقى قوي معايا. واخدت نفس اللون البينك وابتديت اثبته فوق اللون الموف اللي انا حطيته بالشكل ده، وببتدي اموه بايدي كده حاجات بسيطه. دلوقتي بقى نفس اللون البيجمنت اللي هو الشيمر اللي انا حطيته في العيون التانية هبتدي اثبته برضو فوق اللون المط اللي انا حطيته، وهقف عند النص مش هكمل للاخر. بحطه كده بحركات دائرية زي ما انتوا شايفين، وهبتدي اقوي اللون معايا. وهاخد اللون البينك برضو اللي هو البيجمنت اللي فيه لمعة شوية، وهبتدي اثبته فوق اللون الشيمر اللي انا حطيته. دلوقتي بقى اخدت بروش بتاعة حواجب وحطيت فيها لون اي شادو اسود، وابتديت ارسم ايلاينر عندي زي الايلاينر المفتوح بالظبط. ببتدي اخد سحبة الايلاينر وابتدي اعمل الزاوية اللي فوق اقفلها على جوه، وهملى اللون كله الفراغ اللي عندي ده باللون الاسود زي ما انتوا شايفين. ببتدي املى باللون الاسود وادخل على جوه. هبتدي ادخل عند اول الطرف بتاع اللون الشمر اللي انا حطيته زي ما انتوا شايفين. وخليكي حريصة جدا وانتي بتعملي اللون الاسود، لان اللون الاسود بيودي في داهية لو انتي ما بقيتيش حريصة فيه بالشكل ده. وابتديت اجيب بنسل برش وابتديت ادمج الاطراف. ودلوقتي ركبت الرموش وابتديت اخد نفس الفرشة اللي هي بتاعه الحواجب وحطيت زي كحل اسود جوه العيون، وكمان رسمت الوينج بتاع العيون. شايفين شكلها خطير ازاي؟ عرفتي ازاي ان انتي من الوان واحدة ممكن تطلعي كذا لوك؟ مش شرط خالص انك تغيري الالوان، بالعكس انت ممكن تعملي من الوان واحده كذا لوك، وده بيعتمد بقى على وكمان انك تكوني حابه تطوري من نفسك ومن شغلك. ودلوقتي اخدت نفس الالوان حطيتها تحت العيون وكمان نفس اللون الشمر، وبس كده ده يكون الفاينل لوك. يا رب يكون الميك اب عجبكم، يا رب تكون الفكره عجبتكم. ان انا عملت لكم جزء اول وجزء تاني من اللوكات، وان انا حبيت اعرفكم ان انتوا ممكن تعملوا بنفس الالوان لوكات مختلفه خالص. ودلوقتي عملت الكونتور بتاع النوز وحطيت البلاشر وكمان حطيت الهايلايتر من اوفرا. وهستنى رايكم تحت في الكومنت، ولو حابين اعمل لكم اي افكار جديده او اي ميك اب جديد برضو هستنى رايكم تحت في الكومنت. وبس كده، هتوحشوني قوي. باي.